بعد أكثر من 4 سنوات جمال السلامي مدربا من جديد لفريق الدفاع الحسني الجديدي. تقديم السلامي في ندوة إعلامية طرح أسئلة عدة حول معايير اختياره وبنود العقد الرابط بين صناع القرار والقائد الجديد. بالنسبه للعقد مع السي جمال السلامي، كان واحد المشروع ريادي اللي اتفقنا عليه ديال المده ديالو ديال 3 سنوات. اتفقنا اولا على المشروع الريادي وما اختلفناش بزاف على القيمه الماليه. بالنسبه لمنحه التوقيع، كاين مقدم عقد اللي هو 20 مليون سنتيم وراتب شهري ديال 150 الف درهم. هذه هي المنحه ديال التوقيع اللي اتفقنا مع الاخ الاطار جمال السلامي. الدفاع الجديدي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع أثار وضعه الراهن علامات استفهام حول تركيبته البشرية، إلى جانب تحديد الصف الثامن كحد أدنى. أمام هذه الأسئلة برر جمال السلامي موقفه من الأهداف المحددة. المرتبة الثامنة فهي مرتبة مرحلية، وغتعطي واحد المتنفس للفريق باش يخوض هذه التجربه هذه، لان هذه اول تجربه غيخوضها الفريق في بناء مشروع. لان الفريق دائما كان تيلعب كل موسم على حده. الان هناك واحد التصور ديال 3 مواسم تمديد عقود لبعض اللاعبين من الضروريات ديال نجاح المشروع. عندنا لاعبين في المستوى ربما ما تنقصهم التجربه، ولكن داخلين إن شاء الله في إنجاح المشروع. جمال السلامي هو المدرب السادس للدفاع الجديد في ظرف 5 سنوات. جمال السلامي وجواد الميلاني تولى تدريب الفريق في مناسبتين، ما يعني أنه تعاقب على تدريب الفريق 10 مدربين بلغة الأرقام. فكيف يفسر أهل الحل والعقد طبيعة الارتباط والانفصال؟ منذ أن تكلف عبدو ربي بقيادة الدفاع الحسني الجديدي، كانت واحد اللجنة مؤقتة. هاد المدربين ما كانش حتى مدرب ما تمت الإقالة ديالهم من طرف مكتب مسير، حيث كلهم كانوا مدربين غادروا الفريق في ظروف معينة. السلامي أمام مشروع جديد لتكوين فريق قادر على التنافس خلال المواسم المقبلة، والموسم المقبل سيكون كفيلا بإعطاء إشارات أولية عن دفاع جديد حامل لمشروع على المدى المتوسط.